قالوا لنا الغرب قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا. الغرب مقبرة المبادئ، كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة على ما يحمل قومنا الزيتون. كفر وإسلام فأنا يلتقي هذا بذاك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، لكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. يا مجلس الخوف إلى متى تبقى لفجار الحروب رهينا؟ يا مجلسا لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمون. يا مجلسا غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون. يا مجلس الأمن انتظر إسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا. إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارون. دين الله سينتصر ولو فعلوا ما فعلوا. صور ومشاهد ومآسي وأحزان تنكئ الجراح داخل قطاع غزة، رجال ونساء وأطفال قصفوا كل شيء، ما تركوا كل شيء. أين حقوق الإنسان؟ أين حقوق الطفل؟ أين حقوق المرأة؟ أين أمريكا التي كانت تتغنى حمامة السلام على منقارها غصن الزيتون؟ أين رحل هذا كله؟ ذهب كل هذا أدراج الرياح. فيا أمة الإسلام هبوا واعملوا فالوقت راح. الكفر جمع شمله فلما النزاع ولما المزاح. فتجمعوا يا أمتي بالمستطاع وبالمتاح. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح. من خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح. شعب بغير عقيدة ورق تدر به الرياح. هل يستوي في منطق الإيمان سكران وصاح. اليهود، النصارى، الغرب، العلمانيون، الليبراليون الجدد، الإسلامفوبيا. إيش الإسلامفوبيا؟ يريد إسلاما مطاطا، وصفونا بأوصاف متعددة. الإرهابيون الجدد